احرقي المعلقة وحلي اكتر مشكلة بتواجهك في البيت، بتواجهنا كلنا مش بتواجهك انت لوحدك. ويا اهلا وسهلا بالحلوين، اللي ما يعرفنيش انا فاطمة ودي قناة افكار. ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل فكرة جديدة. وكملوا معايا لاخر الفيديو، متأكدة انك هتستفيدي بفكرة او فكرتين على الاقل. وما تنسيش تقوليلي ايه رأيك في الافكار في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ. كلنا طبعا بنكون فاكرين ان احنا كانسين السجادة وزي الفل. تعالي بقى شوف انا المفروض ان انا كنساها يعني، لا طبعا. اعملي بقى الفكرة دي تحفة. هتجيبي اي بلاستر او لزق كده وتلفيه على ايدك. هتطلعي بلاوي حرفيا، ولا كأنك كنسة ولا اي حاجة. دي يعتبر اللمامة بتاعتي. تمشيها كده تلمي بيها اي حاجة، اي شعر، اي فتلة، اي حاجة هتنضف لك السجادة. بعد يعني كل اسبوع كده اعملي الحركة دي، هتلاقي السجادة بتاعتك جميلة جدا. الفكرة بقى اللي بعد كده، كلنا طبعا عندنا سوست. سواء بقى سوستة شنطة، سوستة جاكيت، او سوستة اسدال زي ده. بتفوت كده زي ما انتوا شايفين. ونعمل ايه بقى حلها؟ ولا نغير السوستة ولا اي حاجة، هتجيبي فازلين من الصيدلية. وهتقومي حاطة على السوستة كده. واي شاكوش طبعا كده اتحلت، لا طبعا طبعا لا. اي شاكوش عندك او اي زرادية اللي هي بنسة او اي حاجة من الحاجات دي. هتدقي على على السوستة كده دقيتين تلاتة. وهتلاقي السوستة بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هعملها معاكم. هنجمد بس على السوستة كده. سواء بقى عندك اي شنطة اي جاكيت اي حاجة السوستة بتاعته مفوتة هتلاقيها بقت زي الفل. ولو عجبتك الفكرة ديت اضغطي لايك ما تنسيش عشان الكل يستفاد. الفكرة بقى اللي بعد كده بصوا بقت زي الفل. كلنا طبعا عندنا بناطيل اولادنا او جواكت اولادنا، بلوفرات بقى الحاجات الصوف ديت بتلم وبرة. هنعمل ايه؟ هنجيب اي فرشة حلاقة. يا ريت بقى تبقى جديدة بقى، هتلاقيها حشتلك الوبرة دي في ثانية، شالتها لك في ثانية. انا هعمل ناحية واحدة والناحية التانية بصوا زي ما انتوا شايفين كده الوبرة بتطلع، والناحية التانية هسيبها عشان تشوفوا الفرق. بصوا الفرق اصلا واضح من غير ما اقول لكم. طلعت الوبرة والناحية ديت هتبقى انعم من الناحية دي. هكمل انا بقى البنطلون مع نفسي. الفكرة بقى اللي بعد كده، اي جوانتي بلاستيك عندك مسافرة رايحة لمامتك رايحة لأي حد، هتعملي ايه؟ هتجيبي الفرش زي ما انت شايفة كده وهتحطيها. فكرة حلوة قوي. ليه بقى؟ عشان كل فرشة ما ينفعش تيجي على بعض عشان الجراثيم والبكتيريا والحاجات اللي زي كده. وهتلفيها كده تنفع قوي في السفر لو انت رايحة لمامتك، لو انت رايحة في اي حتة. لو عجبتك الفكرة ما تنسيش تضغطي لايك. هي ضغط الزر مش هتفرق بالنسبة لكم، بس بجد هتفرق بالنسبة لي كتير. كلنا طبعا عندنا الطاسة، الحتة دي بتتحرق دايما على طول الايد بتاعتها، فهنجيب ورق سلوفان زي ما انتوا شايفين كده، او اللي هو الفويل يعني. وهنقطعها كده وهنحطها في الحتة ديت. دايما بتتحرق عندنا وما بنعرفش نعمل ايه، وبتبقى تنظيفها رخم. اول ما تحطي ورقة السلوفان كده مش هتحرق ولا هيحصل لها اي حاجة. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا عندنا البتاعة دي بنحط فيها الفرش بقى بتاعة الميك اب او اي حاجة كده. انا اعمل فيها ايه بقى؟ هنحط فيها كيس كده وتبقى جنبنا نعمل بيها اي حاجة. هنعمل بيها ايه بقى؟ نحطها دايما على رخامة المطبخ. لو انتي بتعملي سلطة، اللي هي الزوايد اللي بتطلع من السلطة دي تحطيها فيها. لو انتي بتقشري رمان، بتقشري برتقان، بتقشري اي حاجة وانتي واقفة على المطبخ كده، هيبقى باسكت زبالة صغنن كده جنبك. هيبقى الصراحة تحفة. ودي طريقة بتاعة تقشير الرمان. هندبدب كده عليها، هنفتحها الأول كده 4 5 6 فتحات من عند بيبقى فيها خطوط كده. وهتنزلك كل حاجة، مش هيتبقى الا حاجات بسيطة خالص. هتعمليها بكل سهولة. وبعد كده تجيبي معلقة او تشيلي الزوايد، وتشيلي لو في اي رمانية بايظة او اي حاجة هتشيليها بكل سهولة.
بصراحة الفكرة ديت بتسهل عليا الرمان، وبخلص يجي 5 6 7 رمانات في 5 دقايق، مش ما باخدش وقت خالص، وبتبقى فكرة سهلة قوي. قلت اجرب كمان الرمانة دي معاكم. انا مسرعة الفيديو عشان ما حدش يمل يعني. بس لو عجبتك الافكار ما تنسيش تضغطي لايك. ما تبخلوش عليا بلايك يا جماعة عشان الفيديو يترفع واكتر عدد من الناس يستفاد. طبعا بعد ما تخلصي طبعا كده هتقومي ايه، رمية الكيس. الفكرة بقى بتاعتنا، ولعي المعلقة وهتحلي اكتر مشكلة بتواجهك في الحياة. هنحط في المعلقة ايه بقى؟ هنحط فانيليا. ايوه يا جماعة فانيليا. هقول لكم ليه دلوقتي. هنسخن بس المعلقة كده ونحط الفانيليا زي ما انتوا شايفين. حقيقي المشكلة دي بتواجهنا كلنا. بتواجهنا في ايه بقى؟ لما بنكون طابخين سمك او بننضف فراخ او عاملين تونة. الحاجات ديت بتصفر ريحة المطبخ جدا وبتصفر ريحة الشقة كمان. فانتي هتجيبي اي معلقة عندك، ويفضل معلقة انتي ما بتستخدميهاش عشان ممكن المعلقة تتحرق. انا المعلقة ديت قوية يعني، لو هي المعلقة بتاعتك ممكن تبقى ضعيفة فهتتحرق ممكن كده يعني. فهنسخنها كده خالص وهتطلع ريحة تحفة. حرفيا البيت بقى ريحته تحفة. مكنتش عايزة اطفي البتاعة دي. اول ما هنطفيها هتلاقي دخانة بتطلع كده. هنطفي بقى هتلاقي دخانة بتطلع كده. امشي بقى في الشقة كلها هتلاقي الريحة تحفة. وبعدها اغسليها في ثانية هتلاقي السواد ده كله راح. ما تخافيش خالص. اخر فكرة معانا، هنجيب طبق فويل كده او اي طبقين فويل عندك، نحط فيه اي كيك زيادة عندك او اي وجبة مثلا زيادة عندك. دوت برضو يا جماعة هيدخل من ضمن الصدقات. مش بس الصدقة بتبقى فلوس، لا ممكن تبقى بوجبة كيكة هتفرحي بيها اي حد، اي عامل، اي واحدة غلبانة. مش شرط خالص الصدقة تبقى فلوس. ما نقص مال من صدقة. لازم نطلع من اللي عندنا. هتلاقي ربنا بيكرمك وربنا بيعوضك في حاجات كتير، في ولادك، في جوزك، في بيتك. بس اكيد الصدقة دي ربنا هيردها لك اضعاف. فلازم نطلع من اللي عندنا. ودايما يبقى عندك كيس كده فيه كيكة او شوكولاتة او بونبوني، وانتي ماشية في الشارع ممكن تفرحي بيهم اي طفل، او لو اطفال جاتلك تطلعي لهم منها. بجد الحاجات دي بتفرق قوي. وكده الفيديو خلص. ما تنسوش تدعموني بلايك يا حلوين. سلام.